الدواعش وتجار الحرب في السودان يتعرضون إلى هجوم في عطبرة، والذين سموا أنفسهم كتائب أو كتيبة البراء، وكان شعارهم shoot and kill. ما استوقفني تقرير لجنة أمن الولاية. هذا التقرير أشار إلى أن الذي تم في عطبرة هو استهداف لجموع المصلين في المسجد، وهذا التقرير باطل طبعا. وأصل الفلول والمجرمين ومجموعة المصالح والفساد متى يستوقفهم مسجد؟ ما هم يستهدفوا المسجد العتيق في نيالة، واستهدفوا كل المساجد ضربوها، وكان المساجد دي مغار لقتل الناس. فأنا بفتكر إنه هذه الحجج حجج باطلة طبعا، وهذا الحديث حديث باطل من لجنة أمن الولاية. وأشاروا الفلول أو هؤلاء الذين أشعلوا الحرب إنه عطبرة هي المدينة الأولى تتعرض لهجوم. يعني كل الحرب دي الآن لها سنة، إنه عطبرة هي المدينة الأولى تتعرض للهجوم، لأن هم طبعا مقسمين السودان ده، يعني عشان تعرف عقلية المجرمين بتفكر كيف. مقسمين السودان ده إلى أحزمة حرب وأحزمة خارج نطاق الحرب. التميز الحصل إنه عطبرة خارج نطاق الحرب راس الصوت لحقها، وهم very surprised. لأن كانوا بيعتبروا إنه في مناطق مفروض الحرب ما تصلها، ما تتوسع فيها. يعني الحرب دي محصورة على المناطق الخرطوم وكردفان ودارفور، لكن في مناطق خارج نطاق الحرب. أنا أبشركم إنه ما فيش منطقة في السودان ده الآن معصومة. والآن أنا أبشر، عندنا مثل في السودان بيقول لك لو أخوك حلق بين راسك. إن شاء الله باقي المناطق المجاورة تبين راسها، يعني يبقوا جاهزين. وأشار الفلول إنه أشاروا إلى قضيتين مهمة جدا، إنه هنالك يعني مصدر إزعاج، اللي هي إنه التطور النوعي لهذه الحرب والتوسع الجغرافي لهذه الحرب. والحرب حتتوسع وحتتطور. طبعا المقدرات كل مرة بتتطور، يعني المقدرات الحرب كل ما تستمر المقدرات بتتطور، يعني المقدرات القتالية، التفكير في القتال، ودي قضايا معروفة في الحرب يعني. ولأول مرة إنه الفلول يشيروا إشارة صريحة إنه لابد من إنه تتوقف هذه الحرب. طيب لماذا؟ ما الفلول كلهم قالوا بل، بس قالوا لا، لأن الحرب دي الآن بدأت تزيد الأضرار فيها وتزيد الضحايا، وهذا مصدر الإزعاج الحقيقي. يعني كل الضحايا اللي بيموتوا في السودان ما تضزم متى. ولكن الحرب دي، الحرب الفلول الآن لما الحرب دي مشت عطبرة، إنه الآن أصبح إنه هنالك ضحايا، يعني مفروض تتوقف لهم الحرب.
والجانب الآخر إنه الفلول يعترفون الآن بعدم قدرة الجيش في القضاء على الدعم السريع. نحن طبعا أشرنا في مسألة سابقة إنه الفلول ومجموعة المصالح والفساد إنه وضعوا الجيش في مأزق أخلاقي وتاريخي، إنه الجيش ما بيقدر يرفع الراية البيضاء ويغير بالهزيمة. وهذا قضية مهمة. طيب الفلول أيضا أشاروا إلى قضية أخرى مهمة جدا، إنه الآن ما عارفين المرة الهدف الجاي حيكون وين. الهدف الجاي حيبقى في الصميم. الهدف الجاي في الصميم. امشي ابحث عن عن الصميم حتعرفوا وين. وانا في الختام اقول ان هنالك اسر صدقت الترويج المستمر لهذه الحرب، ولكن الحقيقة غير ذلك. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكتب لهذا البلاد الاستقرار والأمان. والسلام عليكم ورحمة الله.